ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض الكبد والقوانص بطريقه حلوه قوي وسهله وبسيطه، والطعم بجد حكايه. مش تاخد مننا وقت خالص ولا مجهود. اوقات كتير بيبقى الواحد محتار، محتاجين نعمل اكله كده خفيفه وبسيطه. بصوا، اضمن لكم ان انتوا مش تاخدوا في المطبخ اقصى حاجه اللي هو ربع ساعه بالكتير قوي، هنكون مجهزين الاكله كلها. تعالوا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه انا عندي بقى فلفلايه رومي كده كبيره، عندي نص فلفلاية سبايسي، حوالي 5 6 فصوص توم كده، معلقة خل كبيرة، عصير ليمونة كبيرة. التوابل بتاعتي بقى نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل، نص معلقة صغيرة كمون. بصوا، خلطة بسيطة قوي بس بتدي طعم حلو قوي قوي للكبد والقوانص. نبدأ بقى نضرب المكونات بتاعتي كلها كده في الكبة. انا بقى في الوقت ده طبعا غسله الكبد والقوانص بتاعتي كويس جدا. بنفصل الكبد عن القوانص لان احنا معروف طبعا ان القوانص بتاخد وقت شويه في التسويه. وفي طبعا خطوه مهمه جدا ان احنا نبقى ناقعين الكبد والقوانص بتاعتنا قبل ما نعمل اي حاجه في ملح وليمون كده تقريبا نص ساعه او اكتر، عشان لو في ريحه اي زفاره. بصوا، حطينا بقى التتبيله بتاعتي، قلبتها كويس جدا. مش محتاج خالص ان انا احطها في التتبيله، هي مجرد بس ما اقلبها كده ونبدا بقى نسوي على طول. سهلة قوي وبسيطة بس طعمها حلو قوي قوي وهتعجبكم ان شاء الله. عندي بقى الحلة بتاعتي مسخناها، عندي حوالي تقريبا حوالي معلقتين زيت كبار. هبدأ انزل بقى الاول حاجة بالقوانص بتاعتي. نحاول بقى بقدر الامكان القوانص ما نقلبهاش كتير عشان خاطر ما تنزلش المية بتاعتها. احطها كده واسيبها شوية كده. اول بس ما تبدأ تغير لون كده هبدأ اقلبها بقى. تقريبا هسيبها حوالي تقريبا من 6 7 دقايق كده، قبل بقى منزل بالكبدة بتاعتي. خلاص القوانص كده تقريبا خدت حوالي 3/4 سوا. عندي بقى الكبدة بتاعتي، اضيف الكبدة بتاعتي بالخلطة بتاعتي الرهيبة. معروف طبعا ان الكبدة ما بتاخدش وقت خالص في التسوية، يعني حوالي 3 4 دقايق وهتكون جاهزة معايا الكبد والقوانص. هقلبها شوية كده، اول ما احس خلاص ان الكبدة بتاعتي بدأت تغير لون وخلاص دخلت على سوا. عندي بقى معلقة صغيرة صويا صوص، بتدي طعم حلو قوي قوي للكبد والقوانص، بس نحاول ما نكترش منها عشان ما تغيرش لون الكبدة. لان لو زودنا في الصويا صوص، اولا بتبقى حادقة، ثانيا بتغير في اللون الكبدة شوية، ممكن تغمق اللون. عندي بقى فلفلاية رومي كده مقطعاها شرايح. طبعا لو حابين ممكن برضو نضيف الفلفل السبايسي، مفيش مشكلة، بس انا بكتفي ان هو الفلفل بس الرومي بتاعنا العادي. وكده خلاص الكبدة معايا يعتبر جاهزة، مجرد بس تقلبتين كده مع الفلفل وخلاص الكبدة بتاعتي جاهزة. في الوقت ده مش عايزة اقول لكم قد ايه الريحة تحفة. انا بقى عملت شويه رز ابيض جنبها، ممكن طبعا فينو وسلطه طحينه على حسب ما انتم ما تحبوا. مش عايزه اقول لكم قد ايه طعمها رهيب. مستنيه طبعا رايكم ومستنيه كومنتاتكم، يا رب تكون الوصفه عجبتكم.